الله ينور يا حس. الله ينور يا باشا. حاطين اول ما بص اما اتفتح لهم يتشفعوا على طول هم. واخدين على كده هم. هم هياخدوا بس اول ما غير تفتح هنروح ناخد على طول. بقالك كام سنه جوه حمام يا حسام؟ لا انا بص، انا يعني من حبي للحمام عم عمرو، يعني انا مش هحدد لك بالظبط قد ايه، بس انا لما حبيت الحمام كنت بقول عندي 12 سنه 13 سنه واقل من كده كمان، يعني اقل من كده وانا بحب الحمام. انا اول شيء حبيته وانا في صغري هو تربيه الحمام، يعني اللي طلعت عليه وحبيتها. انا ما كنتش بجيب اي حاجه غير الحمام، هو ده يعني الحاجه اللي طلعت بيها في الدنيا، مش هقدر ابطلها. بس النش هو اللي بقى اللي عشقته قوي النش. لا النش ده طبعا، هو الحمام هو غيره، هو النش يعني الحمام تربيه والنش هو يعني مكملين لبعض. الله ينور عليك. تسلم يا عم. والله. بص اسمعني ابن عم فتح اهو برضك اهو، ده لسه مستني الحمام حد ياخد من جوه. طبعا احنا جنبنا كذا دايره اهو، كلهم ناس محترمه يعني وعندهم حمام كويس برضه. ده ياخد بس لسه ايه، لما نطلعش احنا هنصور، بس عايزين اولها تخش عشان نطلع ناكل. عايز اوريكم حاجه برضك. بصوا دي البلكونه بتاعت الغيه. انا عايز اوريكم الدوائر اللي جنبنا شكلها عامل ازاي. دي داير قدامنا اهي، وفي داير تانية هناك اهي، كلها هنا ارتفاعات. احنا المنطقه اللي احنا فيها دي دلوقتي كده يا عم حسام دي اسمها ايه؟ المقاولين العرب. مقاولين العرب. المقاولين العرب عم احمد. عمرو حبيبي عمرو، منور الدنيا كلها يا باشا. بص صباح ورحمه، ده من الناس اللي يعني فعلا ليها بصمه في غايه النش، وراجل ليه سجل وعمل بصمه في غايه النش، ورمى من بره مكانه، سجل رمى 50 حمامه من بره، وعمل شغل ومصاب منطقته تمام. من الناس اللي يعني من اخواتنا يعني اللي ليهم بصمه في غايه النش، وانا بتشرف بيه. حبيبي ده احنا اللي بنشرف بيك. لا اخويا حسن، لا وياخد حقه في الغايه. في ناس والله يا عمرو عايز اقول لك ما طلعتش في على الميديا تمام، تستاهل نطلع الميديا بجد بمجهودها في الغايه وفكرها العالي قوي قوي قوي. وبعدين الناس دي يعني الناس دي بتنفذ، يعني الناس دي على ارض الواقع فعلا لما تتفرج على نشهم وعلى فكرهم في الغايه وتقعد معاهم هتلاقي الموضوع فعلا الناس دي تستحق تطلع الميديا بجد. الناس دي فعلا ما خدتش حقها، وان شاء الله بامرك يا ربهم لا ان شاء الله نسلط الضوء عليهم. حقهم بجد، دول ولاد منطقتي وناس اللي ناشد معايا برضه سنين، هم بقى اللي اتكلموا عني، انا مش هتكلم عن نفسي فاهم. لا طبعا يا احمد، لا انت اخويا حسام. بص احمد يعني لقب صلاح الدين، فهو اللقب ده ما بيجيش من فراغ. حبيبي يا حسن، يعني اللقب ده بيبان ايه في الحروب وتخطيط، يعني هو احمد خططي في الغيه. حبيبي يا حسن، خطط يعني اللي غاوي عارف يعني ايه خططي، يعني ما يخليكش تسرح في الغيه، يخليك تطلع الغيه عامل حساب ليه بجد. يعني في الغيه من الناس اللي انا كنت يعني بستمتع اللي انا بنش معاها او جنبها، وتعلمت منه حاجات كتير. حبيبي يا حسن، يعني بما يرضي الله انا اتعلمت حاجات منه كتيره. يعني انا يعني كان احنا مدرسه واحده بامانه، هو انا بحب مدرسته. يعني كلنا مدرسه واحده. بحب لا ماشي. حبيبي يا حسن، ما كل واحد برضك في مدرسته طبعا. ليه اساليبه، ليه خططه، ازاي يهاجم ازاي يدافع، زي ماتش الكوره بالظبط. ما ينفعش تهاجم على طول،
فدي في اسلحه انا عارف يعني ايه هجوم، يعني ايه دفاع، انت فاهم، يعني انت تسنطره. حاجات كتيره في الغيه انا اتعلمتها منه. بالك يا أستاذ عمرو بص يا عم عمرو، مسمي انه من الحمام هو ثوراجي، احنا هنا لما وده بيجي مدح وقته. مسمينه غاندي، ايوه ان هو فعلا ثوراجي بجد صعب يا عم عمرو وقلبه زي الحديد. الحمام لما بيجي وقته بيعمل ايه؟ اتفرج بقى على المغرب يا عمرو. احنا لسه عشان ده يجي وقته على فكره، احنا لسه المغرب هتدن والجو لسه مفتح، فغصب عننا دي مش بارادتنا دي. هما كده 2 واخدين مع بعض. ها اه واحد تاني طلع يشك يا عمرو اهو. بالك هنا برضه مظبطينها. أيوة. من اول من بيرمي تاني واحد وتالت واحد، بس هو الجو المشكله الجو فاتح فمش مخلي النهارده احنا 1-3 وقربنا وقطع في نص امشير، وده وارد يحصل يعني. المفروض جاي برضه هم جنبهم شويه يحسوا عن كده، كانوا فتحوا متاخر شويه، بس هم برضه ساعات ايه ظروف شغلهم بتحكمهم ان هم في حاجات بتبقى مؤثرات عليهم بيرموا بدري مثلا سيكا. يعني احنا في امشير المفروض نغمق الحصه ننام مفتح بقى مع بعض، نغمق اول عشان خاطر حمى خباش، وده وقت خطر في الناس. خد بالك ان حمامه التماسي لما الشمس بتغيب بتطير، اول ما الشمس تبتدي ترجع تاني بص على لحد فكره يا احمد الحمام اول، بص يا عم عمرو، اول ما الحمام الدنيا هتغيم عليه بس الحمام بيشد في العالي. معاك. قلت لك اول ما فتحت الحمام ده اول ما يغمى عليه الحصه هيشد في ميعاده، احنا فتحنا غصب عننا، احنا فتحنا ولقينا الشمس طلعت، دي مش بارادتنا. بالك احنا بتيجي علينا ايام هنا بنفتح 6 الا ربع و6 الا 10 و6 الا 5. سام من الناس اللي عندها ذوق في الحمام قوي، يعني بربي ما بربيش اي حمام برضه، بربي حمام في ذوق وحمام غزار وليه فكر كده، خد بالك. اعمل لنا فرجه بايدك كده برضك. بص بكام هو فرد؟ يعني من بعض الحمام اللي هو تحبه حسام اهو، ده الحمام هو لسه ما فتحلوش. في شباب بترمي العصر دوت واطي. بص حمام فيه ذوق وفيه تقاليد، يعني بص عمرو واطي، بص مقرش ازاي، بص كوس فضه، بص طريقته حبر ازاي، بص عبو عمران ازاي، قلت عبو قصير قوي على فكره، بص فرحان في خشانه، خد بالك وده طاير كمان، وبعدين زاويه صغير لحد بص اهو اهو عليه 2 لحد بترمي الصبح على فكره اهو اهو طريقته حبر، بص يا عم طريقته عامله ازاي، دي من يعني من ضمن ضرب القطاطه اللي هي مميزه، عمل هو بضرب ياقوتي. بص يا عمرو اهو الضرب باين في الكلام، شايف انت ضربته عامله ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك له يا رب. ده من يعني من ضمن الحمل اللي هو بيترمي. اتفرجنا ايه تاني يا عم احمد؟ في برضه حسام هنا عنده صوافه وعنده فوق شبنادي، في برضه كمان هو صغير. والحمام ده هو عارف سكتهم بيفرقهم وجامدين عنده. بص عم شكل ازاي؟ حمام مقرش، بص فرحان بيبرجني زي انا ماسكه، حمام سلت. بص يا عم طبعا يعني في بعض دي فوات بسيط. بس حمام بيترمي، اما يكون ده حمام طاير مثلا لا طبعا ربنا يبارك له. تحسب له يبقى طبعا. يبقى ده معلش في الجايه ده عامل ازاي؟ بص الفول عامله ازاي؟ الفريم عامله ازاي؟ وحط العظمه عامله ازاي؟ التخانه عم مش عارف اجيب من بواني زي عم رعن. ده برضه اغلب محمد اللي بيترمي. شاور شاور عشان الواد حمام هيقع. بص يا عمرو خضر، بص في تسبيحه تقريبا بسيطه، بس هو فرد حمام لو برضه طاير شكله حلو. طبعا بص دول بص عبه عامل ازاي، بص عبه عمران ازاي، حط عبه فين، بص ضربته عامله ازاي يا عم، ما خرجتش عن القاعده برضه، بتبكين بارضيه كويسه، حمام سلت. بص بقى عمرو الايه فاكهه بقى بيختمها بقى، بص يعني ايه فاكهه برباح تاني. ده بربه خضرا غامق، بص الله بسم الله ما شاء الله. صعب، بص عم عبو الكلبش ازاي على بعضه، ولا مهرب ولا مسبق ولا ممطوط ولا لا بص الدماغ عامله ازاي ايه، بسم الله ما شاء الله. بص وطاير الحمام ده كان حمام فيه تعليم، بص اهو قالوا مع النعمه، قالوا مع النعمه شاور بس. بسم الله ما شاء الله. وحمام بيستحي ازاي،
برضه حمام مهجر برضك، هو مش آه. مخانقه عشان الناس برضه لا 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 لا. بسم الله ما شاء الله. خد بالك الغول عنده سنه عنده بيربيه وبيفرخهم بسم الله ما شاء الله. بيربي منهم ما شاء ده. الله. كان فاكر ابوه كان ازازي كويس قوي، كان هو جايبه وربي منه فرخوا الحمام ده على انتهى وشقيه. جابوا لي الوان بص. هو عامل وش بيبان عم احمد برضك بسم برضه الله. طبعا هو بص بقى يا عم، لما كنت طالب جاي معلش يعني الغوال مساتين يعني بص شحتفوا عليه، بص عامل ازاي يا عم. ورا بسم سينا الله ما شاء الله. بسم الله ما معلش شاء الله. لما نكون فردان بالدبوره دي والتكوين ده طاير. عم هنا بص عم عين منوره اهي. طبعا طبعا. بص دبوره عم ده صيني يا عم. ده صيني. دبور صيني. برضه دول اخوات عيله واحده كلها. بسم الله ما شاء الله. الثاني برضه بس هم كلهم ايه طمش واحد. ده برضه غبي تاني احسن اهو. نظام غبي تاني اهو. بسم الله ما شاء الله. بص وده طاير مثلا يعني انت الله. خد بالك اخوات الحمام بقى زي صورنا في البيت. اتفضل. ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. كله يتفرج على الفيديو يا جماعه ويقول بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك يا حسام. حبيبي يا عم الله ينور يا حسام. حبيبي يا عم عمرو. تاني برضه يعني انا ايه هلف البان كل ده هتوجعني. خلينا ايه خير الكلام ما قل ودل. اتفرج يا عمور غامق تاني اهو. بسم الله ما شاء الله. ده بتاع اصغرهم ده حسام بتاعي صح؟ اه بالظبط. خد بالك كله حمام لابس ثياب يعني، بس هو اللي عندك منه ابوهم غامق على عاملين الشغل ده. فاهم قصدي؟ طب كلمة أخيرة بقى تقولها إيه للغواي اللي بتحب النش يا عم حسام ومعاك عم أحمد كده، تقول لهم إيه؟ تنصحهم بإيه؟ والله بص يا عم عمرو، انا يعني بقول ايه، انت طالع الغيه فكرك في ايه؟ يعني طالع تنش اصول ولا طالع انت تضايق اللي جنب منك؟ هي يعني انا دلوقتي طالع الغيه بالنيابه عن ايه؟ انا بحب الحمام، انا طالع نش مش عايز اضايق حد ولا حد يضايقني، انا عايز ايه اللي بحبه؟ ان انا اشوف حمامي متشرح في العالي وبياخد يعني بره منطقتي مش في منطقتي كمان. بس اليومين دولت في مناطق كتير ما فيش حد بيدي حد فرصه ان هو يعمل ناس زي بتاع زمان يعني. مش كده ايوه. يعني بص، احنا يعني لحد يعني احنا بنحاول، احنا هنا يعني منطقه واحده كلنا اصحاب كلنا قرايب، فبنحاول على قد ما بنقدر ان احنا نوفق ونعمل ناس زي الناس، زي ما بيقول ايه يعني ايه ناس. حبيبي يا عم حسام نورت القناة ونورت الدنيا كلها يا عم والله. عمرو عم أحمد. بص يا استاذ عمرو احنا هنا يعني الناس دي فعلا بتعاني وبتحب الحمام قوي لدرجه ان هم بيقعدوا مع بعض يتفقوا. خد بالك كل ده مش بالساهل انك انت تربي طريقه او تربي في وقت زي ده في الامراض اللي احنا فيها في غلو زي ده. وغلو اللي احنا فيه، والناس دي بتحب الحمام يعني. خد بالك اللي بينش هو بيطلع لمزاجه في نفس الوقت احنا بنحافظ على التراث بتاعنا يعني. ده تراثنا احنا يا استاذ عمرو، ده تراثنا المصري. خد بالك وناس ما بتأذيش حد يعني، ناس بتحب الحمام للحمام. خد بالك ليها فكر تمام وبيحاولوا يوصلوا ده للناس. فده يعني نتمنى ان يكون كل المناطق زي ده. شوف هو لك في الدنيا بايظه وفي عك، بس انا بذلك برضه هو بيقاوح برضه وعايز برضه يعمل شكل الحمام شكل حلو وهو طاير. عايزين يعملوا نش بيتفقوا على قدر الامكان ان برضه في كل مكان فيه وفيه. بص يا عم عمرو، انا بالنسبه لي اليوم اللي انا بنش فيه كويس ببقى اسعد واحد في الدنيا. بنزل الشارع انا مش قادر اقول لك من الفرح اللي انا فيه لما بشوف الحمام طاير وعاملين مجال كويس، ببقى انا حتى في شغلي ببقى سعيد. يعني مش طالع متعاكني، او اليوم اللي انا نازل من الغيه يعني مش حاسس ان انا ما نشيتش كويس او انا ما اديتش او انا حاسس ان انا مقصر في حق نفسي وفي حق الحمام، انا ببقى متضايق، يومي مش في المود خالص، مش مظبوط، بيأثر عليا. يعني الحمام بيأثر عليا، طول ما الحمام بيضحك انا بضحك، طول ما الحمام زعلان انا زعلان زيه. ما خد بالك الحمام ده بيطلع الطاقه السلبيه بامانه يعني. احنا بنتنفس في الحمام ده بيطلع الطاقه السلبيه بتاعتنا احنا. بجد صح. وبعدين خد بالك انا مش فارق معانا بقى راح او مسكت. هي القصه كلها في المجمل بتاع النش. في الاخر الفينش كان عامل ايه؟ البدايه عامله ايه والفينش عامل ايه؟ فهي دي احنا هنا بنبحث عن الكلام ده. وخد بالك يا استاذ عمرو هنا في ناس اصحاب فكر في الغيه صعب جدا يعني. في بجد هنا فكر لو هنقارنه المناطق الثانيه مع احترامنا المناطق الثانيه، هنا الناس يعني ما شاء الله بيربوا كويس، بيتفقوا مع بعض رغم كل المصاعب، في نفس الوقت بيحبوا الحمام.
مفيش اي شاور يا معاذ، شاور. شوف بيعمل ايه. شاور، هم عايزين يطيروا. الله ينور بس واتبسطنا جدا باللقاء معاكم النهارده والله، وكل حبايبنا هنا في المقاولين ونشكرهم على استضافتهم لينا. وبسم الله ما شاء الله يعني حمامتنا الله اكبر يعني. ربنا يبارك يا رب. ان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.